شركات الاتصالات الاربعه لو شلت الاغنيه بتاعت دي حطيتها مكان دي مكان دي مكان دي مش هتحس باي فرق. لكن اعلان بلبن لو خدته حطيته على براند تاني مش هيليق عليه. تعال اقول لك ليه اعلان بلبن بتاع اكرم حسني عجب الناس ويعتبر واحد من احسن اعلانات رمضان 2025. اول حاجه الاعلان بيستخدم اسلوب الكوميديا الساخره او خصوصا اداه اسمها المفارقه العكسيه اللي هي بيقدم اعتذارات عن حاجات الناس شايفاها عيوب فيه، هو شايفها في نفسه ميزه بس بدأ يعتذر عنها باسلوب طبعا اكرم حسني اللي هو جد جدا بس في نفس الوقت بيضحك. فعمل هنا مفاجاه للجمهور، المفاجاه دي خلت فيه ضحك عند الجمهور. فاللي هو انت طالع تعتذر عن حاجات انا طول الوقت بنتقدك فيها، فانت طلعت تعتذر عنها بس بطريقه كوميديه، فانت سامعني فانت عارفني، فده عمل توتر في نفس الوقت ايه اللحظه اللي انت حسيت ان هو بيهزر فرحت انت ضحك. هو ده اللي بيجيب الضحك وفي نفس الوقت بيعلق مع الناس، ان الكوميديا دايما هي مدخل للناس، فهو عارف يدخل للناس صح في الحته دي. بغض النظر انا بحب بلبن ولا ما بحبوش، انا ما بحبش الحلويات عامه، بس يعني هو عارف ازاي يسوق لنفسه ويعرف يعمل دعايه غير مباشره لاسامي المنتجات بعينها. اتكلم على المانجا مش عارف ايه الكنافه بالمانجا، اتكلم على اسامي المنتجات بتاعته، فعرف ازاي يعمل تسويق غير مباشر للحاجات بتاعته هو بيقولها كل ده في وقت قليل جدا. عرف يدخل عقل الناس اللي حتى مش الجمهور بتاعه، بدأ يبقى عنده يوسع القاعدة بتاعته. الجمهور بتاعه متضايق خلاص سامحتك، عرف يكسب كذا جهة في نفس الوقت. ليه بقى الأسلوب ده ناجح في كتابة الإعلانات؟ أول حاجة إن هو بيشد الانتباه لأن هو غير متوقع. تاني حاجة إن هو بيعمل ارتباط عاطفي ما بين الجمهور وما بين البراند من خلال الضحك، لأن الضحك ده تقدر أي حد يحب أي حد بسبب إن هو بيضحكه، فهو عارف إزاي يدخل من حته الناس كلها ممكن تتقبلك منها. يعني ممكن ناس كتير ما كانتش متقبله كبراند او كحاجه، فبداوا ياها يعني نتقبلك شويه عشان انت عارف تضحكني. ودي حاجه فعلا بتبقى صعبه، على قد ما كتابه الكوميديا صعبه والضحك صعب على قد ما نتائجها بتبقى مبهره. يعني ثالث حاجه لان هو سهل الانتشار وبيفيرال بسرعه على السوشيال ميديا خصوصا، بدليل ان احنا بنعمل عنه فيديوهات، في ناس كتير عملت عنه فيديوهات، فهتلاقي الموضوع فعلا سهل الانتشار. رابع حاجه بيبين ان البراند نفسه عنده ذكاء، ان هو عارف ازاي يعمل اعلان مش تقليدي، مش شبه الاعلانات كلها اغاني وكلها عن الاسره كلها عن الحاجات اللي بنشوفها في رمضان اللي كلها شبه بعض. يعني لو غيرت بس اغنيه لبراند مكان براند مش هتحس باي فرق، الاغنيه ما بتجيب اسم البراند ولا بتجيب صفته ولا مميزاته، فانا ما اشتريتش يعني. يعني شركات الاتصالات الاربعه لو شلت الاغنيه بتاعت دي حطيتها مكان دي مكان دي مكان دي مش هتحس باي فرق. لكن اعلان بلبن لو خدته حطيته على براند تاني مش هيليق عليه، فده هنا ذكاء. انت هنا بتشوف حاجه دي ذكيه، حتى اللي مش متخصص واللي مش شغلته كتابه اعلانات او كتابه كوميديا بياخد باله من الحاجات دي. اصل الجمهور نفسه ذكي جدا، فانت طول الوقت بتشتغل على ذكائه، وانت لما تديله حاجه ذكيه وحاجه عكس توقعه اللي هو ذكي اصلا فبيحبك، بيبقى في ارتباط بينك وما بينه وبيشوفك ذكي، عكس الناس التانية او البراندات التانية اللي بتستسهل ويرمي اي اغنيه لحسين الجسمي وهتجيب مع الناس. انا في رايي ان الاعلان الكوميدي هو انجح نوع من انواع الاعلانات اللي ممكن تتقدم للناس، لان هو زي ما احنا قلنا كده بيحصل ارتباط عاطفي بين المشاهد والبراند نفسه، وفي نفس الوقت كمان بيفضل موجود في خياله، ان هو يفضل انت مش هتنسى حد ضحكك من الاخر. ف فهنا بيخلق الحته دي. والكوميديا عامه بالنسبه لي عامله زي حصان طروادة كده، انت ممكن تقدم اي حاجه كوميديه وتحط جواها افكار معينه، هتلاقي الافكار دي عرفت تعدي بيها. يعني حطيت بيها فكره اعلان والناس تحب منتج معين، من خلال الكوميديا تقدر تحقق ده. الكوميديا هي اصعب واسهل طريقه تعرف تعمل بيها اعلانات او اي حاجه تانية، هي بتعلق مع الناس. مثلا انت عندك براند وعايز تعمل له اعلان كوميدي بطريقه عكسيه زي اعلان بلبن بتاع اكرم حسني، تعمل ايه؟ اقول لك على 3 خطوات، ال3 خطوات دولت لو عملتهم كده بالترتيب وعملتهم كويس هتعرف تعمل اعلان برده كويس. اول خطوه الاعتذار العكسي عن مميزات البراند بتاعك. تاني حاجه السخريه من المنتجات بتاعت البراند بتاعك بس بطريقه ايجابيه. تالت حاجه المبالغه في وصف المنتج بتاعك كانه مشكله. بس خد بالك وانت بتعمل ال3 خطوات دولت لازم يبقى عندك كده حته اللي هو ايه، اي حاجه هتتقال تبقى في صالح البراند، مش انك انت تقلل منه او تقلل من سمعته نفسها. لان انت في الاول وفي الاخر بتعمل اعلان، وهدف الاعلان ان انت تبيع اكتر، مش انك انت تزعل الناس او تخلي الناس تضحك مقابل انك انت تقلل من البراند بتاعك. خد بالك لان دي حاجه ناس كتير بتقع فيها، يعمل اعلان عشان يضحك الناس بس ما بيفيدش البراند بتاعه، او يعمل اعلان فيه اغنيه جميله وكل حاجه بس ما بتفيدش البراند بتاعه. فانت يهمك انك انت هتعمل اعلان يضحك بس يفيد البراند بتاعك، يفيد المنتجات بتاعتك تبيع بيها، مش انك انت تقلل منها ولا انك انت تعمل لها مشكله. خلي بالك الحته دي عايزه
تركيز شويه، ما تجيش على حاجه على حساب حاجه. انا عايز اعمل كوميديا بس ما تبقاش على حساب البراند، وعايز اخلي البراند كويس ما تبقاش على حساب ان انا اعمل كوميديا وحشه او اعمل اعلان وحش، لان برضه هيجيب بطريقه سلبيه ان انا اقعد اميز في الحاجه قوي. الناس برضه فاهم اللي هو يعني لو حد قاعد يقول لي ده كويس ده كويس ده كويس ده كويس، خلاص مش هشتريه برضه يعني عشان انت قلت كتير. الناس ما بتحبش اللي يزن عليها، الناس بتحب اللي يقول الحاجه كده بطريقه ايه ذكيه. بس كده يا سيدي. لو انت بقى محتاج حد يكتب معاك اعلان كوميدي، حد يكتب معاك سيناريو كوميدي، حد يكتب معاك سيناريو بشكل عام، سكريبت رايتر بشكل عام، تقدر تكلمني في اي وقت وهتلاقيني معاك، وان شاء الله هعمل معاك حاجه كويسه. عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل فولو للاكونت بتاعي، وعشان تشوف حاجات كتير ليها علاقه بالكتابه وليها علاقه بالكوميديا الفتره الجايه ان شاء الله هتعجبك. سلام.